والفيديو الجاي ان شاء الله يا شباب تجربة شراء كاوتش امامي، افضل نوع وافضل سعر وافضل مكان وافضل مقاس. لان خدوا بالكم يا رجاله ان شراء كاوتش امامي معضلة. يلا بينا. السلام عليكم. شوف يا رجاله المشكلة دي، ما تيجي تبص على العداد هنا، تمام؟ هو مش باين قوي بس ده مش هيضرك في حاجة، والفكرة هتوصلك برضو. يعني انت بتنور العداد بتفوجئ في اي وقت وانت ماشي كده بتلاقي العداد واقف خالص، واقف اللي هو ما بيعدش اي حاجة، ولا بيعد البنزين ولا بيعد الغيارات ولا بيعد السرعة. هو ما بيعملش اي حاجة غير ان هو منور بس كده. ما تيجي تجرب وتمشي، تعال نجرب ونمشي كده. طبعا هو دلوقتي واخد الغيار الاولاني، تمام؟ تعال بس نمور الغيارات. الغيارات مورت اهي، انما برضو العداد واقف. خد بالك ما عملش اي حاجه نهائي غير اللي اللندا دي نورت. كتر خيرها انها نورت. انت هنا يا صاحبي اما تيجي تمشي هتلاقيه هو واقف كده برضو ما بيعملش اي حاجه خالص، كانه هو رايح عليه نومه. تعال ندي الاولاني. انا مسكت الدبرياج واديت الاولاني، بس هتلاحظ انت ان الغيار التاني هو اللي واقف، والسرعه هنا على 14 مع ان انا واقف. تعال نمشي. ما بيعدش اي حاجه يا صاحبي خالص. هموم الدنيا هنا تركبك يا صاحبي والغم يمسكك وتبقى حالتك محدش عارف يكلمك. الحل ايه؟ طيب احنا عايزين العداد ده يشتغل. هنشغل العداد ده ازاي؟ هل العداد كده باظ؟ هل العداد كده عايز شريحه وهتقعد تدور مش هتلاقي له شريحه؟ العداد عايز ايه بالظبط؟ العداد يا صاحبي هنا مش عايز حاجه خالص، تقدر بسهوله تشغله. العداد كده يا محترم عشان تبقى انت عندك بس تفسير للحاله دي قبل ما نقول لك الحل ايه، عشان تبقى انت فاهم ايه اللي حصل اصلا. يعني اللي حصل اصلا ان العداد كده قافش ازاي؟ يعني زي بالظبط كده اي حاجه يا شباب شغاله بنظام الشريحه او البورده، يعني زي الموبايل بالظبط. برده كمان بتبص تلاقي ساعات كده الموبايل وقف خالص، الشاشه وقفت على وضع معين خالص، لا قابل تفتح شاشه ولا قابل اي حاجه خالص، هو واقف على وضع معين قافش يعني. فالحل في الحاله دي يا صاحبي، لو انت دلوقتي بطاريتك بتتشال في الموبايل، بتقوم شايل البطاريه وحاططها ومشغل الموبايل تاني، بتلاقيه شغال عادي يا محترم، فكيت القفشه يعني. طب لو انت بطاريتك في الموبايل اصلا ما بتتشالش، فانت هنا بتقوم عامل اغلاق اجباري للموبايل بالطريقه اللي هي زر خفض مع زر الباور، وبتروح عامل اغلاق اجباري ومشغل. هو ده نفس اللي انت هتعمله في العداد بالظبط. طب هتعمل حركه دي في العداد ازاي؟ ولا العداد ما ولا في زر صوت ولا في زر باور ولا القصه دي بالظبط؟ هتعمل له اعاده تشغيل ازاي؟ هتعمل للعداد يا صاحبي اعاده تشغيل من خلال انك تفصل عنه الكهرباء خالص. وخد بالك ان انت لما بتفصل المفتاح ده انت كده مش بتفصل الكهرباء، هي متوصله برضه. امال تفصل الكهرباء خالص ازاي؟ وتروح يا صاحبي على الفيوز تشيلها وتحطها تاني. تعال نجرب كده نشوف العداد هيظبط ولا لا. فين الفيوز؟ دوروا على الفيوز معايا يا رجاله. اهي اهي، تعالي هنا يا رجاله بنطلع الفيوز. الفيوز اهي، شايفين الفيوز يا رجاله؟ اهي دي بنطلع ده اهي اللي جوه ده اهي. نمسك كابل كده، ده اهي كده اهو، ونحطها تاني. ما بنعملش حاجه، احنا بنطلعها بس كده اهو ونحطها تاني كده. خد بالك الموبايل فصل كهرباء خالص. شوف يا صاحبي، مفيش الهوا كده، انت قطعت عنه الميه والنور يا محترم. حط بقى الفيوز تاني. اها كده الفيوز اللي رجاله اتحطت. اقفل اها، بس رجع كل حاجه مكانها. اوعى كده بقى مالكش في العداد، اوعى يا ابني. عدوا واشتغلوا ولا لا يا رجاله؟ انتهت مشكله العداد على كده. شايفين؟ بدأ اهو، تمام. ادي يا ابني الغيار التاني كده.
ايوه اهو يا رجاله، ارجع على الاولاني تاني. ايوه كده اشتغل اهو يا رجاله. كده المشكله انتهت يا رجاله، بس خد بالكم ان في هنا حاجه مهمه. هل المشكله دي ممكن ترجع تاني؟ والاجابه ممكن طبعا. طيب هل هي كده انتهت للابد ومش هتتحل؟ الاجابه ايوه طبعا، هي كده انتهت فعليا. انما انت بعد ما تحل المشكله دي بتبقى انت مطلوب منك حاجه، اللي هي تراقب هل هتحصل تاني. لو حصلت تاني على مدار اليوم فخد بالك ده مؤشر تاني خالص، وده موضوع تاني خالص غير اللي احنا حليناه. لان هي لو قفشه عاديه مفيش وراها اي مشاكل فاحنا كده فكناها. انما لو قفشه وراها مشكله فمعناها انها هتتكرر تاني على مدار اليوم، اللي هو كل ما تفصل مفتاح الكونتاكت وتيجي توصل تلاقي العداد قافش. فدي قصه تانيه خالص يا صاحبي، هي مش قفشه بقى كده. العداد بتبقى المقاومه بتاعته ضعفت، وبيبقى الشريحه او البورده بتاعته يعني. خد بالك ان انت اصلاح العداد ده، اصلاح الشريحه او البورده دي، ده مش متاح. خد بالك يعني. فده معناها ان الموضوع لو عفوا، الموضوع لو اتكرر تاني على مدار اليوم فده معناه انك محتاج عداد. لو انت دلوقتي محتاج عداد هتجيب انهي نوع عداد وهتجيبه منين وهتجيبه بكام وقصص طويله كده. خلينا بس ما نسبقش الاحداث ونراقب كده النهارده وبكره كده نشوف هل المشكله هتتكرر تاني معانا ولا هي خلصت. لو اتكررت فدي معناه ان احنا داخلين على شراء عداد، وهننقل لكم التجربه كامله بنوع العداد وسعره ومكان الشراء وكل حاجه وانهي نوع عداد اللي هتجيبه اصلا. لان خد بالكم ان العدادات دي بتبقاش موجوده قوي، فاحنا عاملين لما نحب نجيب نفس العداد فاحنا زي اللي بندور على ابره في كوب قش. خد بالك هو مش فورتكت الفراتيك ومش اعلى حاجه يعني، انما هو مجاب العداد ده نفسه بيبقى ميزه برضه. خد بالك ان حاجتك بتفضل على وضعها وعلى شغل تسليم المصنع بتاعها بيفضل موجود معاك، فدي الميزه الحقيقه. فهنتصرف ازاي؟ خلينا زي ما قلت لكم نتابع ونراقب. المشكله اتحلت فالكلام على هنتصرف ازاي دي هيتاجل، انما لو المشكله اتكررت معانا النهارده وبكره كده فده معناه ان احنا داخلين يا شباب مع بعض على تجربه شراء عداد، وتابعونا.